انا جايه النهارده اقول لك على حاجه مش عارفه ممكن تصدمك او ممكن تتفق معايا في نفس الراي، بس اتس اوكي انا هقولها. يعني انا جايه اقول لك النهارده ان الحب مش كفايه انه يبني علاقه نهائيا، سواء ارتباط سواء صداقه ايا كانت العلاقه دي ايه. هو الحب وحده مش كفايه انه يبني علاقه ابدا ابدا. العلاقه اللي ما فيهاش احترام، ما فيهاش مشاركه، ما فيهاش ود، ما فيهاش ثقه، لو ما فيهاش كل الحاجات دي، عامله بالظبط زي ان حد بيجيب لك مثلا عصير وبدل ما بيحط لك فيه سكر بيحط لك ملح ويقول لك اشربه. اشربه علشان انا بحبك، فانا هستنزفك وارهقك واشك فيك ومش هحترمك ومش هقدر غيابك ومش هقدر وجودك وهرد عليك زي ما انا عايز وهطنشك زي ما انا عايزه وابعد عنك في الوقت اللي انا عايزه وارجع زيك في الوقت اللي انا عايزه وكل الحاجات دي. لا ما اصل انا بحبك، لا ما اصل انا بحبك، فانت مضطر انك تكمل. لو مفيش العواميد التانية اللي يتبني عليها الاساس هي هتقع. اوكي الحب مهم، اوكي الحب عامل اساسي جدا ولا يمكن الاستغناء عنه اصلا، بس مش اللي هو الحاجة الوحيدة اللي تقرر انك تبني عليها علاقة تدوم لسنين. طب حد هيسألني يقول لي طب انا اديلي مثلا سنين في علاقة ومش هقدر امشي دلوقتي. هسألك سؤال وهسألك سؤال وانت رد عليه. انت مستعد انك تكمل في علاقة بتستنزفك وترهقك لسنين تاني لقدام؟ تخيل ان الوجع مش هيبقى ازيد، تخيل انه الحتة اللي هتبقى تتشال منك وانت ماشي مش هتكون اكبر. انت في ايدك دلوقتي انك تمشي، طالما انت مستنزفة في العلاقة ومرهقة وانت شايف نفسك انك سوري يعني سد خانة في العلاقة دي. لا امشي بجد امشي. لو انت مش في علاقة متقدر ومتشاف وشايفك ان انت حاجة ثمينة قوي يعني لا تعوض بمعنى اصح، لا امشي. جايز تكون اتصدمت لانك شايفة ان احنا بنحب بعض، فالحب هو ده اللي هيمشي الدنيا ولما اتعب هلاقيه ولما مش عارفة يحصل ايه ما هو بيحبني. طب ما هو مش بيحترمني، طب ما هي مش بتقدرني، طب ما هو بيبعد عنك وبيرجع زي ما هو عايز، طب ما هي شايفاك انك ولا حاجة ودايسة عليك وبتعاملك بمزاجها. ايه هتكمل برضو؟ عشان بتحبني. سوري الحب وحده مش كفاية انه يبني علاقة تدوم لسنين طويلة جدا. بس كده.